ايه يا اسطى ميار، بقالك ساعة العربية تمام ولا ايه؟ ايوه طبعا تمام، عيب عليكي، ده انا احسن ناس هنا في المنطقه. على فكرة انا لفيت بالعربية دي على ميكانيكية مصر كلها، محدش عارف يصلحها. عيب عليكي، اي ورشه ما فيهاش الا اسطى ميار. انا العربيه لو من غير مهتون همشيها لك، اركبي بس ودوري وما تشيليش هم. الله ينور. بقول لك يا بنت انت في الورشه بتاعتك وتسيب المنطقه ما اشوفش وشك كده تاني، انت فاهمه؟ ليه ان شاء الله؟ هو اي افتراء خلاص ولا ايه؟ كل الصناعيه بيشتكوا منك، وقفوا حال الناس كلها. طب وانا مالي؟ يعني وانت مالك؟ تقفلي الورشه دي بدل ما اولع لك فيها، انا مش عايز وجع دماغ في المنطقه. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، انتوا عايزين مني ايه؟ طب والله ما انا قافلاها. والله انا حذرتك كنت حره، نشفت دماغك بقى وركبت دماغك، ورشتك دي هتبقى شويه رماد. سلام. لا يا ميار، المعلمين بتوع المنطقه عايزين اننا نقفل الورشه. انت عارفه ان هو اللي حصل ده اصلا غلط. انت عمرك شفتي اصلا واحده شغاله ميكانيكيه؟ طب ما انت عارف ان هو دوت اكل عيشنا، لما نقفله هنفتحوه ايه يعني؟ ازاي بتعرفك على ناس ومشاكل وكل شويه بمصيبه؟ من بعد ما ابويا ما مات وانا حالفه ان انا افتح الورشه واشتغل فيها تاني. حبيبتي انت ست مش راجل، ما ينفعش ان انت تشتغل ميكانيكيه. لا، انا هفضل فاتحاها وهشتغل كده، وهو ده اللي عندي يا محمد، يا تساعدني يا اما خلاص. بدماغك. انا العربيه صلحتها فين؟ ده كنت فاقد الامل فيها انها تتصلح اصلا. لا ده انا عرفت حتة بنت ميكانيكية، انما ايه احسن من اي راجل. ها؟ صلحتها كده. كويسه بقى. كويسة ايه؟ ده انا لفيت على صناعية مصر كلهم محدش عارف يعملها، هي الوحيدة اللي عرفت تعملها. خلاص بقى على كده راح اوديها عربيتي بقى. خلاص وديها لها، ولو عرفت اي حد عاوز يصلح عربيته قول لهم على طول على البنت دي بنت غلبان. خلاص تعالى وريني الورشه بتاعتها. خلاص ماشي. ايه يا بنتي فينك؟ انا رحت الورشة لقيتها مقفولة، قلبت عليك الدنيا. والله قفلتها بسبب الناس بقى، عملوا لي مشاكل فقفلتها. طب لو عندك مشاكل انا ممكن احلها لك. ده ناس مفتريين والله، منهم لله، محدش قادر عليهم. خلي بالك كريم خطيب يعرف ناس تقيلة قوي في البلد، يقدر يحل لك اي مشكلة. قولي لي مين اللي مزعلك وعامل لك مشاكل وانا خلصت لك اي حاجه. بجد انا هقول لك عليهم، ويا رب تجيب لي حقي منهم. دي الورشه اللي انا باكل منها عيش. تقلقيش انا هعرف اتصرف. يا معلم حرش، اخبارك؟ والله كله تمام يا معلم. حبيبي يا معلم، دلوقتي انا عندي مشكله صغيره كده. لا قول، ايه مين اللي مزعلك؟ في واحده كده ميكانيكيه غلبانه حصل لها مشكله وقفلت الورشه بسبب المشكله دي. لا تفتح الورشه، انت تروح تقول لهم دي تبع المعلم حرش. حبيبي يا معلم ربنا يخليك. يا كريم بيه انت تؤمر، واللي زعلك كأنه زعلني. وده العشم برضه يا معلم. تسلم. معلم حرش منور المنطقه. ايه ليه طلب عندك يا معلم؟ وانت ما فيش غيرك اللي هتحل لي. يا باشا تأمرنا يا معلم حرش، ده انت اخويا الكبير. في ايه؟ بنت ميارة يا معلم تفتح الورشه. البنت دي عامله لنا مشاكل كتيره يا معلم حرش، والصنايعيه بيشتكوا منها، موقفه حال الناس، مفيش غيرها اللي شغال. يا شاطره بقى، نعمله ايه؟ والله الموضوع صعب يا معلم حرش، بس هتصرف، هشوف ايه الدنيا. انت العشم برضه. قول للعيال مزعلنا، حد زعلها كأنه زعلني انا. لا ما تقلقش، هنخلص الموضوع يا معلم حرش، انت تؤمر. حبيبي نورت المنطقه حبيبي. اقعد بقى نجيب واجب كده ونظبط الدنيا معاك. حبيبي ده انا بقالي ياما ما شفتكش والله يا معلم.